يلا يا اخويا مع الف سلامه. طب ما تزجوش، طيب ما تزجوش، ما انا ممكن امد ايدي عليك طيب، بس انا مش راضي. دي وجعت منك، مع السلامه. مع السلامه؟ يا بنت وانا بشحت منك ايه مع السلامه دي؟ انت مش بتقول انا رايح لمراتي الاولانيه؟ يلا يا اخويا مع السلامه، خد الباب في ايدك. طلع لها احسن منك وادب من كيداك، انا عارف كيداك صح، هي الاساس برضه. طب يلا روح مع السلامه. طب ايدك، طب ما تمديش ايدك كده طيب. ماشي، طب يلا روح افتح الباب وروح يلا. صدق ان انت بارده كده ومش عارف مالك. اوعي ايدك طيب. مع السلامه. طب اوعي ايدك. مع السلامه. ما تصبر يا اللي على الباب. على النعمه انت الاساس، سيبك انت. خير، طالع ليه؟ عايز ايه؟ طلع انا جاي بيتي. هو انا داخل محطه مترو يعني ايه رايح فين؟ هو انت مش كنت عند مراتك التانيه؟ ايه اللي طلعك؟ ايه اللي طلعني؟ ما هو هنا بيتي وهنا بيتي. ايه يا بنتي مالك؟ انتوا في ايه النهارده؟ واخدينه حبوب جراءه؟ مالكم النهارده؟ ادخل وريح. طب ايدك، طب ما تزجيش. ادخل وريح؟ اتسجي مش داخل من وشك. بالسلامه يا حبيبي. هو يا شيخ ده الواحد عنده يقعد في الشارع ارحم ما يقعد في وشك ولا في وشك. طب يلا توكل على الله. طب بعد اذنك، كل عمال يزج النهارده مش عارف فيه، كل عمال يزج. ايدك طب بعد اذنك. طب يلا شوف انت رايح فين. طب ايدك طيب، انا ماشي، انا رايح عند ابويا يا شيخ. هو كده ايدك ارحم من وشك. يلا توكل على الله. ايدك تاني برضه نفس الايد. طب ما تمديش ايدك طيب. ايوه كده، انت مش عايز غير كده اصلا. ايه يا بيه؟ مشي؟ مشي يا اختي. تعالي شاطره كده، اسمعي كلامي، خليكي في ظهري كده واسمعي كل كلمه بقولها لك، هنمشيها على عجين ما يلخبطوش. طب ادخلي اشرب معايا الشاي. كفك على كده. يلا يابا انت ساب الباب مفتوح ليه؟ كان قلبك حاسس؟ صدق الله العظيم. تعالى يا ابني. جاي لك يابا، جاي لك يابا. حاضر. عامل ايه يابا؟ تعالى يا ابني. عامل ايه يابا؟ الحمد لله يا حبيبي. انت اللي عامل ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله يا حاج. وايه الهدوم اللي انت شايلها يا ابني ورميتها دي؟ هدوم؟ ما تشغلش بالك بالهدوم يا حاج، الهدوم دي عايزه تتغسل. ايه؟ تتغسل؟ ازاي الكلام ده؟ وانت معاك جوز حريم يا ابني، يا ابني الاتنين مش عارفين يغسلوهم يا ابني. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ فيا ايه؟ عايز الحاج ولا عايز ابن عمه؟ لا الحاج طبعا. ابنك تعبان يابا. انا تعبان جوه يابا، انا بموت يابا. انا ما حدش حاسس بيا، بس مش قادر اتكلم لان سبب ظلمي وسبب اللي انا فيه ابويا. شويه مشاكل حصلت بيني وبين مراتي زي ما بتحصل في كل البيوت. اسمع يالا، ما بتعدلش المره غير المره اللي زيها، ما بتعدلش الست يا ابني غير الست اللي زيها. اتجوز عليها، هات واحده تكيدها. الاتنين كادوني يابا. ايه رايك يا حاج؟ شفت انت عملت في ابنك؟ شفت انت عملت في ابنك يابا؟ ما بيظبطش المره غير المره اللي زيها. هتلاقيها واحده تكيدها. كادوني الاتنين يا حاج، الاتنين كادوني يابا. الاتنين بيبقوا وحشين مع بعض بيطلعوا عيني، ولما بيبقوا حلوين مع بعض بيتفقوا عليا يطلعوا عيني. انا تعبان يابا. طب ما كنت صبرت على الاولانيه، ايه اللي كان هيحصل؟ ايه اللي كان هيحصل يابا؟ عارف هتقول لي شرع الله، شرع الله. ربك سبحانه وتعالى قال وان خفتم الا تعدلوا ولن تعدلوا. يابا ايش انا اكون يابا؟ طب ليه يابا؟ طب ليه مراتي الاولانيه لا كان ناقصها ايد ولا رجل، وكانت مشاكل زي اللي بتحصل في كل البيوت؟ ليه يابا؟ ظلمتني يابا وجيت عليا ليه يابا؟ انا ما كنتش، بص يابا، انا ما كنتش ملاحق مشاكل على بيت واحد، النهارده بقوا اتنين. ينفع يابا؟ ليه يابا؟ ليه يابا؟ ما تخليك في حالك، ما تجيش على ابنك. الله يسترها معاك. اسمع يا اخويا، الله يسترها معاك. اتنين لا يلا. اللي هيجي يقول لك ما بتظبطش الست غير الست اللي زيها، اللي هتيجي تقول لك ما بتظبطش المرة غير المرة اللي زيها، دي هتلاقيها عايش، ده هتلاقيه عايش لوحده، متجوز واحده مش اتنين. ما تاخدش من واحد ما جربش، اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في النار. خدها مني، اسمع من اخوك. انا هقول لك كلمتين اتنين بس، اتنين لا يلا. ربك سبحانه وتعالى قال وان خفتم الا تعدلوا ولن تعدلوا. لو اتجوزت اتنين انت بتربي نفسك. اسمع كلامي يا ابن عمي، لو بقوا الاتنين حلوين مع بعض هيتفقوا عليك هيجرفوك يالا، ولو بقوا الاتنين وحشين مع بعض هيصدعوك. لو في يوم من الايام حد قال لك ما بتظبطش الست غير الست اللي زيها، لو في يوم من الايام حد قال لك ما بتظبطش المرة غير المرة اللي زيها، لو في يوم من الايام حد قال لك لو انت عايز تظبط مراتك اتجوز تاني، بص عليه هتلاقيه متجوز واحدة وعايش لوحده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.